اقوله حق حتى ربعنا بالاتحاد، قدم استقالتك، ما في شيء، ما في اطلع بصوره مشرفه ونزيهه وبيضه افضل من ان الناس تتكلم علي. الحين احنا قاعد نوجه كلامنا حقك. بعدين يعني الامر الاخر الغريب يا اخوي ياسر، يعني انت راجع الحكم، خاف الحكم بطل من زمان، خاف هم مرشحين هذيل هندوراس، اكو واحد يجيب من هندوراس. وانت الحين الهلال كله ترشيح، كاس العالم للانديه ترشيح، سالم ترشيح، الفوز ترشيح، حتى الحكم بعد ترشيح. ما يصير يا اخوي ياسر، يعني خل الناس تفوز بالملعب، خل يعني المباريات تصير بين اللاعبين، بين الفريقين، بين المدربين، هم اللي يتحكمون في الملعب، هم اللي يتحكمون بنتيجه المباراه، مو تتحكم فيها قرارات تحكيميه. اللي نشوفه يعني يحزننا في ظل الانفاق اللي قاعد تنفقه الدوله مشكوره من اجل ان تمتعنا احنا كجمهور، مو مقصره ويانا. هذا اللي كنت بقوله. هذه نقطة مهمة. إذا أنت قاعد تصرف على لاعبين، على محترفين، على ملاعب قاعد تبني، يجيب لك حكام على مستوى عشان اقوله حق حتى ربعنا